أعود إلى ضيفي في الاستوديو عبد الله خاطر. عبد الله، يعني تابعنا احنا ما قاله الكابتن محمد يوسف عن حضور جماهيري وضرورة الحضور الجماهيري أيضا. نحن نعلم بأن بالذات عندما نتحدث عن الجماهير الرياضية في مصر نتحدث عن الأهلي والزمالك، نتحدث عن أكبر قاعدة جماهيرية يمكن على مستوى الوطن العربي. بالتأكيد. السؤال هو لماذا لا يتم استغلال بعض العناصر الموجودة، عناصر الخبرة في روابط الألتراس، لتعزيز الأمن في الملاعب؟ وده يمكن انا بضم صوتي لصوتك بالفعل، لان احنا محتاجين ان روابط الانديه في الاهلي والزمالك كفيله بالفعل انها تخرج بالمباريات الى بر الامان، اضافه لان يمكن الجميع بيتخوف من الحاله الامنيه في مصر، ولكن من يذهب الى مصر يجد الامر مختلف تماما عما يروج في وسائل الاعلام وعما نشاهده في وسائل الاعلام. الحياه تسير بشكل طبيعي جدا في كل المناطق باستثناء منطقتين فقط، يمكن هم منطقه رابعه العدويه ومنطقه ميدان التحرير، ولكن ما عدا ذلك اعتقد الامور تسير بشكل طبيعي جدا وشكل مميز. ويمكن جميع من زار القاهره في الفترات الاخيره يجد شيء مختلف تماما عما يشاهده في وسائل الاعلام او ما يتابعه من خلال الصحف. فانا شايف ان مصر بتنعم بالامن والامان، وهناك في ارتياح كبير جدا، واتمنى بالفعل ان يكون في نوع من التركيز على اقامه المباريات بالجماهير. واعتقد ان يمكن وجود روابط للمشجعين في الناديين الكبيرين، ويمكن بقيه الانديه ايضا عندها روابط مشجعين، يمكن ده يساهم بشكل كبير جدا في ان احنا نقيم المباريات بجمهور، واعتقد انها تخرج على افضل ما يكون من الناحيه الامنيه. نعم، إذن مرة أخرى أعود إلى ضيفي في القاهرة كابتن عبد المنعم. كابتن عبد المنعم، يعني استمعت إلى الحديث الذي كان